الذي ألقى بميداليته البرونزية على البساط. هكذا إذا جاء القرار، وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم السبت قبل قليل في بكين أنها قررت سحب الميدالية البرونزية من المصارع السويدي آرا أبراهاماين بسبب احتجاجه على قرارة الحكم ورميه لميداليته على البساط خلال دورة ألعاب بكين الأخيرة. وبعد أن أحرز أبراهاماين وصيف بطل أولمبياد أثينا 2004 البرونزية أول أمس، فصعد إلى منصة التتويج ثم استلم ميداليته مباشرة، نزل منها وألقى بميداليته على بساط التباري تحت أنظار المتفرجين، بل تحت أنظار الملايين من سكان المعمورة. صورة نقلتها كل الفضائيات العالمية وتناقلتها كل الصحف ومختلف الوسائل الإعلامية. وأبراهاماين كان قد خسر نصف النهائي أمام الإيطالي أندريا مينغوزي المتوج بالميدالية الذهبية، واحتجاجه جاء على قرار الحكم على بعض طبعا اللقطات الفنية التي قال إنها لصالحه وليس لصالح الإيطالي أندريا مينغوزي، وهو جدير بالذهب وليس بالبرونز، وبالتالي ألقى بميداليته. حركة غير رياضية غير أولمبية، وبالتالي ربما أفضل عقوبة أولا من اللجنة الأولمبية هي سحب هذه الميدالية البرونزية. والعقوبات كما ذكر السيد أيمن صبري الحكم الدولي ومعلق ومحلل الجزيرة الرياضية ستتوالى بالسلة، يعني بالكثرة، على آرا السويدي، لأنه أخطأ فعلا في حق نفسه أولا ثم في حق أسمى مبادئ الرياضة العالمية. قبل أن أذهب